تكونسونطرا الحمد لله خويا ابراهيم صافي نولي معاك تكونسونطرا مزيان مزيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع المغاربة داخل المغرب وخارجها. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كل نفس ذائقة الموت. صافي، الموت علينا حق، أي إنسان على وجه الأرض كيف ما بغى يكون، كبير ولا صغير، مريض ماشي مريض. هذا هو الإنسان المؤمن، كيآمن بأن الموت كاينة في أي لحظة، ماشي يبقى يختارع ويبقى يشك بوحدو، مريض مع راسو. علاش حنا قلنا، علاش انا قلت راه كاين مشكل العقليات، راه كاين مرض كبير في العقليات، بزاف الامراض عندنا. وكمثال هاد الصباح كنشوف خبر وفاة سفيان البحيري اللي كانت عنده الصفحة الشهيرة ديال الملك محمد السادس. سمعت انه مات الله يرحمه، قالك مات بسكتة قلبية. ولكن شفت في نفس الوقت بزاف من المدونين كيقول لك الموت ديالو غامض، مات موتة غامضة. انت مالك؟ واش مالك؟ قول لي واش مريض؟ مالك؟ كيفاش موتة غامضة؟ شو بنادم مسطيع بوحدو، بنادم مريض بوحدو. قال لك واحد الموت ديالو يوضع اكثر من علامة استفهام. علاش؟ مالو كان تاجر مخدرات، كان عنده شي اعداء، كان عنده شي حرب، شي حاجة. واش نتوما مالكم تسطيتو؟ ما جاتو سكتة قلبي وصافي، موقع ملي يموت. انا بنادم راه مسطي. الانسان خصو ما يكونش عنده هاد الفكر هذا. سمعتي ما تقول الله يرحمه وانا لله وانا اليه راجعون. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كنعرف انا. ما بقاو تخرقوا. عرفتي سمعت شحال من واحد قال لك الموت ديالو اكثر من علامة استفهام. الله يا ودي، واش انت مريض ولا مالكو؟ هادو اللي قالوا هاد علامة استفهام والموت موتة غامضة، هادو راهم مرض، هادو والله العظيم خصهم يتعالجوا. فيقوا شوية وغيروا العقليات ديالكم، وما يبقاش بنادم مريض بالشك وكذا، ولا صافي حيت كانت عنده علاقة مع الملك راه مات موت. ولكن شي وحدين عندهم هاد العقلية، بعض المعارضين مثلا ولا شي حاجة، صافي كانت عنده علاقة مع الملك راه الموت ديالو علامة استفهام. وهادي راه عقلية مريضة، هادي اسمح لي نقولها فرونشمون. اللي عنده هاد العقلية خصو يمشي يتعالج بكل صراحة. خص المغربي تكون عنده عقلية سليمة، ويكون الفكر ديالو سليم، يكون مؤمن بالموت قضاء وقدر، وبين الموت ما كيعزل لا كبير لا صغير لا والو، وصافي. وما يبقاش يخوض في مسائل الموت، وانتهت القضية. صافي، خصنا نهتمو بما يشغلنا وبما يهمنا، ماشي صافي سمعنا خبر نبداو نقولو في الاوهام. هذا علامة استفهام، هذا موتة غامضة. شوها والله لا شوتوها الصباح. وشحال قريت بيتا كنضحك والله العظيم، كنقول شو بنادم عقليتو كي دايرة، شو مع من عايشين. وهادو عاد بغاو يقادو النظام ويقادو البلاد. باش غتقادو البلاد بهاد العقلية الفاسدة؟ اسمحوا لي، لا، خصنا نمشيو الى الامام. رحمه الله وصافي، الصاحب وسي شوف لك شي حاجة أخرى. هادشي اللي كنعرف. صافي، إنسان اللي عنده عقل سليم خاصو دائما يشغل نفسه بما هو أهم، شي اللي كيهمو، وما يبقاش يخوض في شي حاجة اللي ما عنده ما يدير بها، وشي حاجة اللي ما عندوش عليها دليل قاطع، تبقى عاد تشكك. ولكن دابا اللي مزوج وكيشك في مراتو ولا يشك في ولادو، يلا ولاش انت داير هاد العائلة؟ يلا، شنو العلاقه بينك وبين العائله ملي انت كتشك في مراتك وكتشك في ولادك وكذا وكذا وكذا؟ مثلا هذا كمثال. اذا هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. لهذا حنا محتاجين اللي يربينا،
واللي وجهنا بكل صراحة. نتمنى إن شاء الله الخير لبلادنا وصافي، ونتمناو هاد الإضراب اللي غيجي، سمعت إضراب غيجي، هاد الإضراب يكون كمفتاح لطرد هاد الحكومة الفاشلة. أنا كنقولها بحال هكا عين بين، حكومة فاشلة كنقولوها وكنعاودو نقولها وديما غنبقى نقولها، بغيتو ولا كرهتو، حكومة فاشلة، حكومة مستبدة، حكومة شريرة ظالمة. يلا، أحب من أحب وكره من كره. ما تبقاوش تشغلونا بريم شاباط ولا كذا وكذا وكذا، هذاك الشيء راه سينما ما عندنا ما نديرو به. واجريو علينا هاد الناهبين وهاد الشفارة كلهم يمشيو فحالهم، ما عندنا ما نديرو بهم، يخووا علينا هاد البلاد صافي. هادشي اللي كاين، والا نتوما اللي غتحملوا المسؤوليه، لان هذا الوضع ما غاديش يبقى بحال هكا دائما، وما غتبقاوش دائما محتلين المغرب وكتمصوا دماء المغرب، لا ابدا. والسلام عليكم ورحمه الله.